التي تربط العبد بربه 5 مرات في اليوم والليلة، وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لأنها تجعل العبد دائما مراقبا لله سبحانه وتعالى في أعماله وأقواله، لأن ربنا تبارك وتعالى معه حيث كان، فتطمئن نفسه ويستريح فؤاده من هموم الدنيا ومتاعبها. ولهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا حان وقت الصلاة يقول لمؤذنه بلال بن رباح رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. فما حكم تارك الصلاة عمدا، وما حكم تاركها كسلا، وما هي عقوبة تارك الصلاة في الدنيا، وكيف يعذب تارك الصلاة في قبره؟ فتابعونا مشاهدين الكرام حتى النهاية. لا شك أن الصلاة هي الفارقة بين الكفر والإيمان، كما قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ولا يخفى أن هذه العقوبة لمن ترك الصلاة بالكلية. أما من يصليها لكنه يتكاسل في أدائها ويؤخرها عن وقتها فقد توعده الله عز وجل بالويل. قال ربنا سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيل إن الويل هو واد في جهنم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وقد اختلف العلماء بتكفير تارك الصلاة، فمنهم من قال إن التارك لها كسلا وإهمالا فهو فاسق ولا يخرج من ملة الإسلام، وقالوا إن من ترك الصلاة عامدا فهو كافر، واجتمعوا على أن تارك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكيف لا يحافظ المسلم على أداء الصلاة وقد أمرنا الله عز وجل بذلك؟ فقال عز من قائل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأي مصيبة أعظم من عدم المحافظة على الصلاة؟ نقول لك أخي الكريم: إذا كنت لا تصلي، لم لا تصلي؟ ألا تخاف من الله عز وجل؟ ألا تخشى الموت؟ ألا تخشى حساب الله تبارك وتعالى وعذابه؟ أما تعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة؟ كما قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وماذا يكون جوابك لربك حين يسألك عن الصلاة؟ ألا تعرف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. والغرة هي بياض الوجه، والتحجيل بياض في اليدين والرجلين. ومن عقوبات تارك الصلاة في الدنيا أنه لا يبارك الله عز وجل له في حياته أو في عمره، وهذه البركة تعني أن عمره حتى لو كان طويلا بالسنين لا ترى فيه إلا النذر اليسير من الخير في الدنيا، بل إن معظمه ذهب سدى في الشر والعياذ بالله. ومن العقوبات أيضا سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله عز وجل وعند خلقه والناس، فإن أكرم الخلق عند الله عز وجل أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد لربه سبحانه وتعالى تكون له منزلة عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عين الله عز وجل، فأسقطه الله تبارك وتعالى من قلوب عباده، فلا يكون له قيمة في أعينهم. ومن العقوبات التي تلحق تارك الصلاة سوء الخاتمة والمعيشة الضنك والشعور بالضيق والحزن دائما، لعموم قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وتارك الصلاة يعذب في قبره.
نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ففي حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو